بسم الله هذا الفرح نبداه، بسم الله هذا الفرح نبداه، ودين الله بالأرواح نفداه. بسم الله هذا الفرح نبداه، ودين الله بالأرواح نفداه. يا محلاه الفرح يا محلاه، كله سعادة وبهجة وفرح. يا باي يا باي، أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. والنبي صلينا على النبي صلينا، وعلى النبي صلينا، على النبي صلينا، على النبي صلينا، على النبي صلينا. وبدنا زوجي يا أحباب، بدنا زوجي يا أحباب، وهيك يا محمد نريدك، هيك يا محمد نريدك، هيك يا عريس نريدك، هيك يا عريس نريدك. ومستوى الله يزيدك. أبو علي يحلف أبو علي ويحلف لك من هالليلة صلوا عليه، هالليلة صلوا عليه. عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى. يطلب علينا ويتمنى، يطلب علينا ويتمنى، يطلب علينا ويتمنى. ويدلع يا عيني، ويدلع يا عيني، ويدلع يا عيني، ويدلع يا عيني. هذا عريس الزيني، هذا محمد الزيني. وبسم الله بدينا. عقبال الجميع ان شاء الله. الف مبارك. عقبال العزبيه. تنصح الشباب ينزفوا دائما في المساجد؟ طبعا احسن عرس يبدا من المساجد. شكرا شيخ. صلوا على طه الرسول، صلوا على الله يلا. وصلي على الرسول، صلي على الرسول، صلي على الرسول. هي يلا وهي يلا، لك هي يلا وهي يلا. وفينا اختار الزوجية، وفينا اختار الزوجية. ابو سليم كل عام وانتم ان شاء الله الف مبارك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رب. كلمه للعريس والاهل العريس والعروس. الله سبحانه وتعالى نتمنى لهم التوفيق، انه يكون كل هذا العمل في رضا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. شو اسم العريس؟ اسم العريس محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. من عائلتكم؟ نعم. خزران. نعم خيزران. الف مبارك. الله يخليك. ألف مبروك إن شاء الله. نكمل مع بعض البرنامج. عالسمر الغيط نميلوا من فرح العيد يسقينا. طلوا احبابنا طلوا، غني يا طير الشادي. ملوا قلوبنا ملوا، حب وفرحة وزيادة. طلوا احبابنا طلوا، غني يا طير الشادي. ملوا قلوبنا ملوا،
شو فيش تصفيق غريب. أيها المشاهدون الكرام، كالمعتاد ننقل إليكم كل تغطيات أبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية. شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة بأمين تقدم إليكم زفاف في إحدى المساجد الكبيرة الوقف الإسكندنافي في العاصمة الدنماركية للعريس محمد زرعان. فلسطينية لبنان. نعم، هذا العرس والزفاف اليوم الذي يتم في هذا المسجد بحضور فرقة المسجد وأيضا الضيوف المعازيم من كل جهات مختلفة الجاليات العربية والإسلامية. كونوا مع أبو الأمين في كل التغطيات والمناسبات. آمين. معي الشيف أبو إيه؟ أبو خالد، حياك الله. شو اليوم عامل اليوم وليمة؟ عامل منسف بس بوفيه، منسف بوفيه. منسف باللبن ولا عادي؟ باللبن. باللبن يعني. يسلموه. انتوا بتقولوا جميل بس احنا بنقول لبن. وهذا شو هذا؟ هذا لحم. أو الدجاج. نعم نعم، ما شاء الله ما شاء الله. هاي الدوب ها. ما شاء الله، خلي الناس تتفرج. هذا يدل على الكرم والجود، يدل على الكرم والجود. مرحبا بكم في هذا الحفل المبارك. في محمد تجهزنا ولوليمتك نحن تشوقنا. اسمع، دعونا لك هاي ولنا عذاب وجفاف. في الأمس كنا صحيبة نلعب بين الفينة سويا نأكله، أما الآن فقد منع اللقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. جدنا فيك حبا وحنانا ولتمسنا بك فرحا سامع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرم بعرس بدأ الله تقواه كانت بدايته من بين مولانا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الضيوف الأكارم، يا من ازداد بكم هذا المكان فرحا وسرورا وغبطة وحضورا. أتينا جميعا من أجل أن نشارك إخواننا آل خيزران وآل السعد هذه الفرحة. أخونا محمد خيزران ابن أخونا أبو مصطفى، مبارك عليكم. باسم كل الحاضرين نقول لكم مبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل فرحتكم على خير وأن يبارك أخينا محمد ولجميع آل خيزران. الحاج عبد الله خيزران، الشيخ أبو سليم حفظه الله الذي نور هذا المجلس. مبارك يا أبو مصطفى، مبارك يا أخي محمد، مبارك يا أبا سليم، مبارك عليكم. وأخونا أبو علي السعدي أبو العروس، مبارك يا أبا علي. ربنا يدوم عليكم الأفراح والمسرات ويجعل هذا الزواج فاتحة بالخير والبركة. أخونا محمد حينما أراد أن يختار العروس اختارها من أهل المسجد، وأنعم بسنة المسجد وأنعم بأهل المسجد من مشروع، وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. جزاكم الله خيرا جميعا، وأهلا وسهلا وحياكم الله عليكم الأفراح
شو بتوزع اليوم؟ هاي شوكولاتة عشان العرس. ما شاء الله، يعني حلويات، في حلويات غيرها؟ ان شاء الله بقول بقلاوي ولا؟ يسلم يسلم. وبين الطعام كلمة تفهم علم يدعو في القرآن وينقلوه إلى الآخرين فيكون من خيرة الناس خيركم من تعلم القرآن. بارك الله فيكم جميعا ونشكركم ولا نطيل عليكم. إذا كلمة الشيخ وأحد أئمة المساجد أبو سليم خزران أحد أقارب العريس، ونشكر كل من حضر وأيضا الذين قاموا على هذه الوليمة وأحضارها. نشكر والد العروس ووالد العريس أيضا، كما نحن نوجه تهانينا لوالد العروس أبو إيش؟ أبو علي السعدي. ألف مبارك. ما شاء الله، يعني اللهم بارك. الحمد لله محمد ما شاء الله كان عنده عزم وأنهى يعني هو اللي كنا في أبو سليم. ألف مبروك للعرسين إن شاء الله. أهلا فيك يا أبو الأمين. حياك الله. تسلم. أبو محمود للعريس والعروس ولأهل العريس والعروس. ويتمم على خير يا رب. الله يبارك لهم ويوفقهم ويبارك على خير يا رب. شكرا أبو محمود. أبو فادي نفس الشيء. الله يبارك لهم ويبارك عليهم ويجعل زواجهم وزواجهم صالح. آمين. شكرا. بدل ما يضيع ساعتين على فيلم واحد بضيع ساعة واحدة. استغلال الوقت ما بضيع. أنا شيل نفس النظام بسمع بنشوف على سرعة اثنين. ما بعرف كيف استمتع بس بسمع تمثيل على اثنين كمان. كل شيء على اثنين. سريع كمان سريع في الشغل بيشتغل معي أحيانا. الشغل سريع أنا بس كثير يا رب لو عن أرطغرل. مرة ثانية بدي شكرك يا حج على الوليمة اللي عملتها. يسلم ايديكم. يسلم ايديكم. انت جاهز لكل المناسبات وجميع انواع الاطعمة، جميع انواع المأكولات. طبعا جميعا. شكرا ابو خالد حياك الله بالوقف. شكرا. اخ جمال يعطيك العافية. ابو سامي بصفتك شيف وبصفتك طباخ وعندك الصالة، شو بتقول بالنسبة للمأكولات اليوم اللي مقدمة؟ ما شاء الله كله خير وبركة والشيء مرتب والله يبارك لهم والله يعطيهم يا رب. أبو أحمد كلمة للعريس ولأهل العروس. شكرا. إذا أيها المشاهدون، التغطية التي نقوم بها بدأت الوليمة تتوزع على الحضور، وهذه من الشيم الكرم والعادات والتقاليد التي تؤلم فيها المأكولات. وكما شاهدتم المأكولات المتواجدة والكرم. نحن اليوم قمنا بهذه التغطية أمام الجميع. 22 من أغسطس 2023. دامت الأفراح في دياركم عامرة ودمتم في رعاية الله وحفظه، وألف مبارك للعروسين باسم الجاليات العربية والإسلامية من المسجد الوقف الإسكندنافي العاصمة الدنماركية. أبو الأمين قدم إليكم شبكة راديو عربية الدنمارك الخاصة وجمعية نادي هورسون للشباب وملتقى الإعلام الفلسطيني الدنمارك وأوروبا. أبو الأمين نحييكم وإلى اللقاء. دامت الأفراح في دياركم عامرة. باسم الجالية العربية والإسلامية بنقدم تهانينا لوالد العريس أبو محمد. الله يبارك فيك ويعزك ويخليك يا رب ويخلف عليك ويكرمكم يا رب.
واحنا ان شاء الله سنبثه حتى الناس تبارك لك فيه. الله يبارك في هذا الفرح. ويخلف عليكم يا رب. الف مبارك. الله يبارك فيك ويخليك. مشكورين. ابو امين، انت دائما سباق للخير وسباق لعمل الخير. اكيد ما شاء الله بكل المناسبات الطيبه بنلاقيك السباق الاول. حتى لو اني مش مدعو واجبي. الله يكرمك. انت الاصل وانت الاول. حبيبي هذا من لطفك. حبيبي. واخيرا التقينا مع فناننا وشاعرنا وحبيبنا بهاي المناسبة. دائما انت سباق بزفات للعريس، وخاصة يعني تحولت الى القصائد الدينية والاشعار، واحنا بنتفاجأ دائما في كل جديد. شو قدمت اليوم انا طبعا صورنا احنا، لكن هل في تحضير بعد العشاء؟ لا ما في ان شاء الله. حتكون صلاة المغرب ان شاء الله، وبعدها اهل العرس يعني الله اعلم يكملوا بالصلاة يعني. نعم بعد يعني وبعدها يخدموا ان شاء الله. ابو مهند ادام الله عليك الصحة والعافية. طبعا كم عريس انت زفيت في الجامع هون في المسجد؟ والله ما بتذكر بس كثير الحمد لله. ودائما يعني في المسجد في نفس النمط يعني هو تقريبا نعم في المسجد. مهند لقطة التقينا مع شاعرنا وحبيبنا ابو المهند في هاي المناسبات، وان شاء الله في اي مناسبة تجدون ابو المهند يخدم مثل ما ابو الامين يخدم الجميع. الف مبارك لك. شكرا جزيلا. حياك الله. صحة وعافية. على قلبك. واخيرا ننهي مع اخونا ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لأهل المسجد أهل الوقف، وتحية لأهل المسجد خير البرية، ولوالد العريس والعروس ولأهل العريس وأهل العروس. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم دائما على خير يا رب. ان شاء الله عقبال الجميع. الله يكرمك ابو الامين، جزاك الله خيرا. الف مبارك. واخيرا بالحلويات.